تعالوا النهاردة نعمل سوا ريسيبي خطيرة بشيش الفراخ. هنعملها على السياخ ونعمل لها صوص ما حصلش. أول حاجة هنحط ملح وليمون وتوم وبشر ليمون وزيت زيتون، وهنحط معلقة كبيرة دبس الرمان. طبعا أنا استخدمت السبايسز كلها من باب الشام، حطيت بابريكا مدخنة وبابريكا عادية وتوابل المشويات الخطيرة، مش قادرة أقول لكم بتدي للفراخ طعم حلو إزاي. وحطيت بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر، وفي الآخر حطيت معلقة صغيرة عسل أبيض. هقلب التوابل كويس قوي مع الفراخ وهسيبها على الأقل نص ساعة. بعد كده هحطها في السياخ وهسخن الشواية كويس قوي وانزل الفراخ. لما الفراخ تبتدي تاخد لون وتستوي هقلبها الناحية التانية. اوعوا ترموا الصوص، انا هجيب الفرشة وهاخد الصوص وابتدي ادهن بيه الفراخ. كل ما ناحية تستوي هدهن الناحية التانية علشان تبقى مستوية من بره وجوسي وطرية من جوه واخدة من طعم الصوص. الفراخ خدت حوالي 10 دقايق بس على النار. هحط على الوش كزبرة خضراء وهدهن بقية الصوص على الفراخ، وهتاكلوا أحلى شيش فراخ.